وبطل تقارن حياتك بحياة الناس اللي على السوشيال ميديا اللي هي أصلا مش حقيقية. يا ريت تكلموني. يعني الخلاصة متتكلمش كتير واعمل كتير. أحلى مسا عليكم. بعمل ايه لما بكون فاقد الشغف ومش قادر اعمل حاجه؟ الفيديو ده مهم وهيفرق معاك قوي لو انت فاقد الشغف ومش عارف تبدا منين. فاتفرج على الفيديو ده للاخر، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان تفيد غيرك زي ما انت هتستفيد ان شاء الله. واكيد ما تنساش تعمل سبسكرايب علشان عايزين نوصل 10000 وما يفوتكش الفيديوهات الجديده، لان انا الفيديوهات الجايه ان شاء الله هعملها لك بطريقه لذيذه وما تكونش ممله، زي ان انا بتكلم في حاجات مهمه بس وانا بعمل الروتين بتاعي عادي. الفيديوهات الجايه هتبقى مفيده وفي نفس الوقت مش ممله، فما تنساش تعمل سبسكرايب عشان عايزين نوصل 10000. اعملوا سبسكرايب يا جدعان، اعمل سبسكرايب. عارف ان كل الناس دلوقتي مش قادره تعمل حاجه وفاقده الشغف والدنيا خربانه معاكم خالص، وانا كنت كده امبارح بس انا ظبطت الدنيا، فجات لي فكره الفيديو فشفت انا عملت ايه وكتبتهم وقلت اقولها لكم في الفيديو ده، فاتفرج على الفيديو للاخر. اول حاجه انك تتقبل ان انت مش قادر تعمل حاجه، وخد اليوم ده اجازه ما تعملش فيه اي حاجه خالص. ما تقعدش تجلد ذاتك كتير، يعني عادي خد اليوم ده اجازه. ان شاء الله اقول لك على 6 حاجات كده هتعملهم وان شاء الله الدنيا هتظبط، فاتفرج على الفيديو للاخر. بصوا يا جدعان، قبل ما انزل الفيديو ده احنا دلوقتي 6222. بعد الفيديو ده لو ما وصلتش 10000 هتزعلوا مني من الاخر. ما علينا. ناخد الكرياتين. هعمل حركة قديمة قوي دلوقتي بس. ايه ده؟ ايه اللي جاب دي هنا؟ ايه اللي جاب شركة ايفولف في ايدي؟ يعني متخافوش، هودي شركتكو دي في حتة تانية، خلي مبيعاتكو تنزل. يا ريت تكلموني علشان انا بنعشم. اول حاجه فهو انك تبطل تعيش دور الضحيه والمكتئب، واللي هو تسمع اغاني حزينه بقى، واللي هو انا مش قادر اعمل حاجه وسيبوني يا جدعان ما حدش يكلمني ومش بنزل مش بعرف. ده جو فكسان خالص بجد. انا عارف ان في ناس بتحب المود ده وانا ساعات بحب المود ده، بس بجد مش ده اللي هيوديك في حته، ومش ده اللي هيخليك تنجز في اليوم بتاعك. يعني عادي انزل اتكلم مع الناس، كلم صحابك، انزل اخرج، بس بطل تسمع اغاني حزينه، تلبس بقى الهودي الاسود وتلبس الزونت او الكابتشو ده، ولا مش عارف بتقولوا عليه ايه، الزعبوط. وبطل تعيش المود ده لان المود ده مش حلو. وانت اصلا يعني انت يعني معظم اللي اتفرجوا على الفيديو من 15 ل 20 سنه مثلا، فانت يعني برضه الله اعلم من ظروف الناس، بس الاغلب منكم ما عندوش اي ضغوطات، ما عندوش اي، مش متجوز، ما قاعد في البيت، كل ضغوطاته ان هو مش بيذاكر او كده. فانت مش وراك حاجه او انت ما عندكش مسؤوليات ان هي تخليك في المود ده، فما تمثلش الا بقى لو انت كده. وحاول تخرج، الله اعلم بظروفكم او بظروف الناس اللي بتتفرج، بس لو انت مش عندك ضغوطات كتير ما تمثلش. فاهمين؟ رب تكونوا فاهمين. بطل تعيش دور الضحيه، وعايزك تعرف ان اي حاجه بتحصل لك فهو ده بسببك انت. مش 100% الكلام ده صح، بس في الاغلب اي حاجه بتحصل لك بيبقى انت السبب فيها بنسبه 99%. فركز انت بتعمل ايه وما تقعدش تقول الظروف ومش عارف ايه. اللي عايز يوصل بيوصل بتوفيق ربنا طبعا، بس انت لازم تعمل اللي عليك كده كده. فدي كانت اول نقطة، وهو انك تبطل تعيش دور الضحية والمكتئب. فهم 6 نقط مش كتير، واخر واحدة هي اهم واحدة. يعني بجد بتعب في الفيديوهات دي، فاعمل لايك وشير وسبسكرايب وكومنت، اي حاجة تعلي الفيديوهات دي. في حاجة نسيت اقولها في حوار الضغوطات ده، انه ان انت مثلا بتبقى كل ضغوطاتك ان حبيبتك سابتك. اه يا دين امي، مش عارف اقول ايه بجد، مش عارف اقول ايه ده. لو انت حياتك متدمرة بتاع عشان حبيبتك سابتك، جدعان انت عبط. مش عارف دي حاجة حلوة ولا لأ، بس أنا وانس إن أنا مسحت الشات. بس- وي. يلا يلا كملوا الفيديو كملوا الفيديو. بس واخد تمرينة طرش. نروح ناكل، شوف بقى هنعمل ايه، استنى. طيب احنا لسه مخلصين تمرين. احنا كنا واقفين عند تاني نقطة، وهي انك بطل تمسك التليفون كتير وابعد عن التليفون شوية، وبطل تقارن حياتك بحياة الناس اللي على السوشيال ميديا اللي هي اصلا مش حقيقية. ليه بقى؟ لان بجد حاجة زي كده مش بس هتخليك فاقد الشغف ومش قادر تعمل حاجة، دي كفيلة تخليك تخش في اكتئاب بجد. اللي هو انت مش بنهزر. تقولي ليه يا عم؟ عادي يا عم، كل الناس قاعدة عادي على السوشيال ميديا وبتاع. انت لما تبقى قاعد بتقارن حياتك بحياة الناس طول ما انت ماسك التليفون، صدقني مش هتبقى راضي عن حياتك. ما تقنعنيش. لازم هتفكر بطريقة وحشة، طريقة مش حلوة، وعمرك ما هتبقى راضي على اللي انت فيه. وده سبب كبير قوي ان هو يخليك انت ما تعملش حاجة. ليه بقى يا جدعان؟ الناس وصلت لمرحلة انه
بياخدوا التليفونات معاهم الحمام، يعني ليفل صعب. يعني ايه ياخد معاه التليفون الحمام؟ يعني ياخد معاه التليفون الحمام وهو في الجيم بيتمرن، وهو بياكل، وهو بيذاكر، بيبقى قاعد فاتح التيك توك وبيذاكر، قبل ما تنام بتسكرول، اول ما تصحى بتسكرول. طبيعي هتبقى فاقد الشغف ومش قادر تعمل حاجه. هو انت قبل ما تنام المحتوى اللي انت بتستهلكه بتصحى عليه. يعني انا لو قعدت اتفرج على ساعتين مثلا او ساعه قبل ما انام ريلز، كل ريل مختلف عن اللي قبليه، كلها محتوى قصير، فيديو بيضحك، فيديو حزين، فيديو حب، فيديو مؤثر، فيديو كل فيديو غير اللي بعديه، فمشاعرك بتتلخبط، فبتنام تصحى متضايق. ده كده كده ده لازم. فطبيعي مش هيبقى ليك طاقة تعمل أي حاجة، ولا يبقى عندك شغف تعمل أي حاجة. وأنت أصلا وأنت بتتفرج بيقابلك الناس اللي هي حياتهم بقى جميلة، وبيروح وبيسافر وبيخرج وبتاع ومعاه فلوس وعربيات. لما تصحى أنت تلاقي نفسك أنت قاعد ما بتعملش أي حاجة، هتحبط أكتر. الحاجتين دول بجد لازم تسيطر عليهم قبل ما يسيطروا عليك، وهو إنك تبطل تمسك التليفون كتير، وتبطل تقارن حياتك بحياة الناس، وتركز على نفسك. وصدقني لما تعمل كده تروح في حتة تانية خالص. ان اصلا الحياة الناس اللي على السوشيال ميديا، مش هقول كلها بس معظمها فيك، او بيديك الصورة الحلوة بس. محدش هيديك الصورة الوحشة، محدش هيقولك انا بعمل كذا وكذا وكذا حاجات وحشة، يعني هيوريك الحلو بس. وانت زي الجميل بتروح تقول له ده انت قدوتي، انا بقى مش عارف ايه، انا بقى بعبدك، استغفر الله العظيم يا رب، انت قدوتي في الحياه. وتقعد تكتب له في كومنتات قدوتي قدوتي قدوتي. قدوتك ايه يا عم؟ انت ما تعرفش behind the scenes. انت كل اللي انت بتشوفه اللي هو عايز يوريهولك. انت ممكن لما تشوفه على الحياه تقول لا، مش ده القدوه، مش ده الشخص اللي انا عايز اخده قدوه. حاول على قد ما تقدر تقلل استخدامك للتليفون، وتصلح تعفن الدماغ اللي عندك ده. دي تبقى تاني حاجه من اهم الحاجات. بس اخر حاجه اللي هي سادس حاجه، هي اهم حاجه بصراحه بالنسبه لي، فتنساش تتفرج على الفيديو للاخر. لسه مخلصين جيم، فبعمل الاكل واكل، كان نشوف هنعمل ايه. تالت حاجه بقى، وهي انك تقرب لربنا اكتر. عارف ان هي حاجه بديهيه وكل الناس بتقول لك كده، بس محدش بيقول لك تعمل كده ازاي بسهوله. يعني اللي هو مفيش حاجات معقده كتير. لان بجد صدقني لو قعدت تتنطط وتتشقلب وبعيد عن ربنا مش هتظبط. مش دايما بس في الاغلب. يعني لو ظبطت وانت بعيد عن ربنا دي حاجه تخوفك اكتر. فاهمها انت بقى عشان مش هشرح. لو لقيت الدنيا معاك ظابطه وكل حاجه مية مية وانت بعيد عن ربنا، هخاف. خاف وربنا خاف. هقول لك كام حاجه يعني كام حاجه سهله لو عملتهم بجد الدنيا هتظبط معاك جامد. اول حاجه صلي عادي ال5 صلوات في وقتهم. تاني حاجه اذكار الصباح والمساء. تالت حاجه اقرا قران ولو حتى صفحه واحده، ولو عرفت تحفظ برضه قران تبقى انت كده مية مية. صلي قيام الليل، صلي الضحى. كل الحاجات دي مش هتاخد منك وقت نهائي. واستغفر ربنا كتير واحمد ربنا كتير. بس كده. بقى حاجات تانية اللي هو بقى ما تتكلمش على حد وبتاع الحاجات دي. جعان قوي بصراحه. اكلت وقعدت اذاكر شويه، بعد كده الكاميرا فصلت والمايك فصل وكل حاجه فصلت، فقلت عادي اكمل مذاكره بعد كده عادي هقول لكم ايه اللي حصل. فدلوقتي خلصنا مذاكره وكل حاجه تمام. لسه فاضل 3 حاجات، 3 نقط ما قلتهمش. فهناخد السكيت وننزل نسكيت. انا بقالي كتير قوي ما لعبتش، فهننزل نلعب تحت. وبعد كده هقول لكم على ال3 حاجات الباقيين، وهرد على كام سؤال اتكتبوا لي الفيديو اللي فات. ف يلا بينا. مش قادر يعني. انا بعشق السكيت يا جدعان. السكيت ده جامد فشخ، عشان كده نفسي في ريس. احساس الحريه ده جامد فشخ. ان شاء الله اجيب ريس قريب قريب، متستعجلوش. المهم في 3 حاجات لسه ما اتكلمناش فيهم. رابع نقطه وهي انك ما تتكلمش كتير وتحسس مخك باحساس مزيف بالانجاز وانت لسه ما عملتش حاجه. ولما بقى تكتشف ان انت فعلا ما عملتش حاجه تتضايق وتحبط
ومش هتكمل كده كده، مش هتكمل. ليه؟ لان انت بنسبة 99% لو اتكلمت عن الحاجة اللي انت عايز تعملها مش هتعملها، لان انت بعد ما قلت ان انت عايز تعمل الحاجة دي اخدت احساس مزيف بالانجاز والفرح. احنا اصلا ليه بنعمل الحاجة؟ عشان لما توريها لحد او تقول لحد ان انا عملت كده يقولك ايه ده جامد، عملتها ازاي؟ بس انت لما تقول له ان انت عايز تعملها قبل ما تعملها، فهو برضه هيقولك واو ما شاء الله عايش وكمل مش عارف ايه. فانت كده كده خدت اللي انت عايزه اللي هو الواو. فبنسبة 99 مش هتعمل الحاجة دي. مش بقولك ما تقولش، بس ما تفضلش تعيد وتزيد فيها الحاجة دي. يعني انا اخويا اللي علمها لي، لان انا كنت بعمل كده، كنت بقعد اتكلم على الحاجات اللي انا عايز اعملها كتير، بس اكتشفت لا، انت قولها مرة وخلاص، ولو مش عايز تقولها خالص احسن. فالنقطة الرابعة يمكن تبان عادي بس بجد هي بتفرق. يعني الخلاصة متتكلمش كتير واعمل كتير. احلى مسا عليكم. خامس نقطة وهي اكلك، نومك، تمرينك، دول اهم حاجة بجد. مش علشان بس تبقى عندك طاقة ومش عارف ايه، لا، ده عشان حياتك كلها. لو اكلك ونومك وتمرينك مش مظبوطين مش هتعرف تعمل اي حاجة في حياتك. ده بجد بقى. يعني خدها من واحد مجرب وشايف ناس قدامه مجربين. يعني هي حتى بتتقال العقل السليم في ولا دي ملهاش علاقة ولا ايه؟ اخويا محمود يا عم، اكلك، نومك، تمرينك، هتبقى مبسوط، جسمك جامد، كل حاجة 100، هتعرف تظبط الدنيا. يعني لو ما ظبطتش دول انت مش هتعرف تظبط اي حاجة تاني. هما دول اهم حاجة بجد. ان انت لو اكلك بايظ ده هيأثر على مودك وبالتالي هيأثر على انتاجيتك. المية تأثر في طاقتك، مش هتبقى قادر تعمل حاجة. التمرين هيخليك كده تحس انك عايش. فيتامينز عشان صحتك تبقى كويسة. يا عم بجد، اكلك، نومك، تمرينك لو ظبطتهم يعني انت هتروح في حتة تانية. هثبت لك حاجة بسيطة جدا. انت لما بتصحى متأخر بتبقى متضايق ولا مش متضايق؟ ولما بتصحى بدري مع انك ما عملتش اي حاجة ولا حتى صليت بس بتبقى مبسوط انك صاحي بدري. دي 5 نقطة. استنوا بقى 6 نقطة واهم حاجة. بس تعالى بس نروح نشوف الواد ده عايز ايه. مؤاخذة يا جدعان، الصور قدرتش الصور امبارح، طلعت نمت. ما علينا. سادس حاجة كنت عايز اتكلم فيها وهي انك لازم يبقى عندك هدف تصحى عشانه. دي اهم حاجة في الدنيا، انك تبقى صاحي كده بتفتح عينك بتقول يلا انا عايز اعمل كذا 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 عشان اوصل لكذا كذا كذا. انا لو واحد ما عنديش حاجة بصحى عشانها هبقى ليه عايز اصحى اصلا؟ انا هبقى عايز انام، ولو صحيت ابقى لو مخنوق. انت لو ما عندكش حاجة تصحى عشانها فصدقني مش هتعيش مبسوط، مش هتبقى عايش اصلا. يعني خلينا ندي مثال بسيط قوي. واحد مثلا عايز يبقى جسمه حلو، هو بيصحى كل تفكيره في الجيم، هو عايز يروح الجيم، هو بيصحى ياكل عشان يروح الجيم، هو حياته كلها متمحورة حوالين الجيم. ده مش صح، انا بس بدي مثال. لو هو في حاجة بصحى عشانها اول ما افتح عيني بفكر فيها فهو ده اللي هيخليك توصل. يعني انت لو مفيش حاجة تصحى عشانها فمفيش حاجة تصحى بتفكر فيها، فمش تشتغل على حاجة، فمش هيبقى عندك طاقة تعمل اي حاجة. فلازم تحط حاجة انت عايز توصل لها وتصحى كل يوم عشانها وتشتغل لها صح. ما يبقاش انا هدفي ان انا ابقى جسمي حلو واصحى كل يوم اكل فاست فود وما ما اروحش الجيم. انا بس نفسي ابقى جسمي حلو بس انا بشتغل لهدفي. لا، لازم يبقى عندك هدف ولازم تشتغل للهدف ده صح وتحط له طريق واضح يوصلك ليه بطريقة مباشرة. ممكن بطريقة مش مباشرة بس لازم الطريق اللي انت حطه ده يوصلك للهدف اللي انت عايزه مش يبعدك عنه. وكده كده لازم يبقى عندك هدف تصحى عشانه. بس هما دول ال6 حاجات ان لو عملتهم هيبقى عندك طاقة وحاجة بتصحى عشانها وهتبقى عايش حاسس انك عايش. لو عملت ال6 حاجات دول مش لازم تعملهم النهاردة، خدهم ستيب باي ستيب. بس لو وصلت للنهاية ان انت بقيت تعمل ال6 حاجات دول
فهتلاقي فرق في حياتك يعني. وبس متنساش تعمل لايك سبسكرايب عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة، عشان الفيديوهات الجديدة كلها هتبقى مفيدة. وبس سلام. متنساش تصلي على النبي، متنساش تصلي على النبي. سلام.